بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام، وأرحب بكم أجمل ترحيب في قناة سلام الإعلامية المباركة. هذه القناة التي أطل عليكم من خلالها أسبوعيا في برنامج مع اللغة العربية. هذه هي الحلقة 152 بعد حمده تعالى. ونبدأ دوما بآية من الذكر الحكيم. يقول الحق عز وجل في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. أيها الأحباب الكرام داخل الوطن الحبيب وخارجه، ومتابعينا على اليوتيوب وعلى الساتلايت، أرحب بكم أطيب ترحيب، وأتمنى لكم دوما أن تكونوا في أمان الله وحفظه. اليوم سيداتي سادتي، وددت أن نقلب شيئا من طرائف ونوادر في اللغة العربية، أو طرائف ونوادر من عيون التراث العربي. وسأستعرض لكم جملة من الطرائف والنوادر من الكتاب الأول الذي قام بتصنيفه الدكتور نايف محمود معروف. هذه اللغة الجميلة بقدر ما تحمل من رسائل وحكم ودلائل، ويكفيها شرفا أنها تحمل أو نزل بها القرآن الكريم. آم، ارتأيت اليوم أن أستريح قليلا في نوادر وطرائف من عيون تراثنا العربي. وقبل أن أدلف إلى الكتاب، استسمحكم أن أقرأ لكم شيئا مما قرأناه وحفظناه في فترات سابقات. ودوما أتذكر تلك المقصوصة، هي قصيرة جدا ولكنها رسخت في الذهن. كيف لا أدري. وهو الحوار الذي دار بين أبو الأسود الدؤلي وأحد الأعرابي. وأبو الأسود الدؤلي هو رجل لغوي نحوي، و آه، له نوادر عدة، وربما في كتابنا هذا طرائف ونوادر من عيون التراث العربي ربما نجد شيئا من ذلك. ولكن مما حفظته أيام الطلب ونحن في ميعاد الصبا، يعني يقال أنه مر أعرابي بأبي الأسود الدؤلي وهو يأكل، فأراد الأعرابي أن يتحدث مع أبي الأسود الدؤلي ليقول له: تفضل في طعامه. لكن أبو الأسود الدؤلي أصر أن لا يذوق ذلك الأعرابي ولو شيئا يسيرا من طعام أبو الأسود الدؤلي. وهي دعابة أعتقد، ولكن أبو الأسود الدؤلي لم يكن بذلك البخل والشح. فقال له: يا أبا الأسود الدؤلي، مررت بأهلك. قال أبو الأسود الدؤلي: كذلك كان طريقك. فقال الأعرابي: امرأتك حبلى. رد عليه أبو الأسود الدؤلي: كذلك كان عهدي بها. قال الأعرابي: ولدت غلامين. فقال أبو الأسود الدؤلي: كذلك كانت أمها. قال الأعرابي: مات أحد الولدين. فقال أبو الأسود الدؤلي: لم تكن تقوى على إرضاع الاثنين. فقال الأعرابي: ومات الآخر. قال أبو الأسود الدؤلي: لم يكن له مريحا أن يبقى بعد وفاة أخيه، أو كان عليه أن يتبع أخاه. فقال الأعرابي في نهاية الحديث: ما ألذ طعامك يا أبا الأسود الدؤلي؟ فرد عليه أبو الأسود الدؤلي: لأجل هذا أكلته وحدي، ووالله ووالله لن تتذوقه يا أعرابي. فهذه نادرة جميلة يعني، وأنا هي والله من الذي رسخ في الذهن، يعني حوار بين أبي الأسود الدؤلي والأعرابي. فالآن سيداتي سادتي، نأتي، ولكن دعوني يعني إن شاء الله في الحلقة المقبلة سنستضيف أحد الباحثين
في الخط العربي، وإن شاء الله سيكون لنا حديث معه. وهو من العراق الشقيق إن شاء الله. يعني سيتحدث لنا عن الخط العربي بين المرويات والنقوش. يعني ربما تكون سلسلة من الحلقات، وأسأل الله أن نتوفق في ذلك. الآن سيداتي سادتي، ندخل إلى طرائف ونوادر من عيون التراث العربي. تصنيف الدكتور نايف الذي كتب ذلك التصنيف، وهو تصنيف هام جدا. آه، الرشيد يطلب ابن الأحنف ليلى. هذا هو العنوان: الرشيد يطلب ابن الأحنف ليلا. والرشيد عزيزي المشاهد هو هارون الرشيد محمد المهدي، خامس الخلفاء العباسيين وأشهرهم الزركلي. وعاش في الفترة من عام 766 إلى 809. فيقول المصنف: حكي أن الرشيد عمل في إحدى الليالي بيتا من الشعر، ورام أن يشفعه بآخر، فامتنع القول عليه. أحيانا تكتب بيتا ويمتنع عليك، لا أقول شيطان الشعر، ولكن وحي الشعر، فتقف وقد تنتهي القصيدة ببيت واحد. آه، فقال علي، أو قال الأحنف، يعني عندما حكى أو حكي أن الرشيد عمل في إحدى الليالي بيتا من الشعر، ورام أن يشفعه بآخر فامتنع القول عليه. فقال العباس بن الأحنف: سأرى ذلك، أو سأقوم بالمهمة. فلما طرق عليه ذعر وفزع أهله. فلما وقف بين يدي الرشيد قال له: وجهت إليك بسبب بيت قلته، ورمت أن أشفعه بمثله، فامتنع القول علي. فقال العباس بن الأحنف: يا أمير المؤمنين، دعني حتى ترجع إلي نفسي، فإني تركت عيالي على حال من القلق عظيمة، ونالني من الخوف ما يتجاوز الحد والوصف. فانتظر الرشيد هنيهة ثم أنشده: جنان قد رأيناها ولم نر مثلها بشرا. هذا قول الرشيد. قال: جنان قد رأيناها ولم نر مثلها بشرا. والجنان هنا هو اسم لإحدى جواري الرشيد. فقال العباس بن الأحنف: يزيدك وجهها حسنا إذا ما زدته نظرا. فقال: زدني. فقال: إذا ما الليل سال عليك بالإظلام واعتكر، ودج فيما ترى قمرا، فأبرزها ترى القمر. فقال له الرشيد: قد ذعرناك وأفزعنا عيالك، وأقل الواجب أن نعطيك ديتك. وأمر له ب10,000 درهم. يعني 10,000 درهم دي، وحكاها ابن خلكان يعني في الوفيات، في الصفحة 3 إلى الصفحة 22. يعني كان للشعر مصدر رزق. اليوم ليس هنالك شاعرا يسترجع من شعره. فيا ترى كم تكون 10,000 درهم؟
أنا أعتقد أنه 10 مليون يعني، بما هو عليه اليوم يعني. والرشيد والبرمكية. وحكي أن امرأة دخلت على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه، فقالت: يا أمير المؤمنين، أقر الله عينك وفرحك بما أعطاك، لقد حكمت فقصدت. قصدت بمعنى عدلت يعني. فقال: من تكونين أيها المرأة؟ فقالت: من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم. فقال: أما الرجال فقد مضى فيهم قضاء الله، وأما المال فمردود إليك. ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه وقال: أتدرون ما قالت هذه المرأة؟ فقالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. قال: ما أظنكم فهمتم ذلك. أما قولها أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها وفرحك بما أعطاك، أخذته من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها حكمت فقصدت، أخذته من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. التحفة الشهية، الصفحة 178. هذه قناة سلام الإعلامية المباركة، وتتابعون فيها حلقة في برنامج مع اللغة العربية. نواصل معكم هذه الحلقة من كتاب طرائف ونوادر من عيون التراث العربي. حلم الصادق وعفوه وإحسانه. روي أن غلاما وقف يصب الماء على يدي جعفر الصادق. وجعفر الصادق هو جعفر بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه، الملقب بالصادق. أي روي أن غلاما وقف يصب الماء على يدي جعفر الصادق، فوقع الإبريق من يد الغلام في الطست. والطست هذه بالمناسبة يعني في لغتنا التجرينية والتجريت، يعني الطست هو ما نسميه بلغة التجرينية تستي، وبلغة التجريت طشت. فالطست العربية والتجرينية بدل أن تقول الطست تستي، وفي التجريت تقول طشت. وهنالك في لغة العرب إبدال السين شين، وإبدال الصاد سين، وهكذا موجودة كثيرة. هذه إشارة عابرة يعني. فطار الرشاش في وجهه عندما وقع الإبريق من يد الغلام في الطست الذي يغسل فيه. وهذه العادة موجودة عندنا زمان، الصغار يغسلون أيادي الكبار. اليوم تبدلت الأحوال، فيذهب الرجل حتى وأنه متكئا عصاه يذهب إلى الصنبور، يعني إلى الماسور يعني. فطارت رشاش في وجه الصادق، فنظر جعفر إليه مغضبا، فقال الغلام: يا مولاي، والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك.
قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. من كتاب الأبشهي المستظرف. وعندما تقول الغلام بمعنى هو عبد لسيده يعني. فأطلق سراحه، ولأنه رجلا قرآنيا. عشان كده نقول يا أخوانا: اقرأوا القرآن واستخدموه في حياتكم يعني، علكم تجدون شيئا. وفي عنوان العفو والكرم: وأوتي مصعب بن الزبير، مصعب بن الزبير بن العوام، ذلك الصحابي الجليل الزبير بن العوام، تاريخه المعروف في السيرة الإسلامية العطرة للذين نصروا الإسلام في بدايته، الزبير بن العوام. وأوتي مصعب بن الزبير بأسارى من أصحاب المختار الثقفي، فأمر بقتلهم بين يديه. فقام إليه أسير منهم فقال: أيها الأمير، ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة ووجهك المليح الذي يستضاء به، فأتعلق بك وأقول: يا رب، سل مصعبا فيما قتلني. فاستحيا مصعب وأمر بإطلاقه. فقال: أيها الأمير، اجعل ما وهبت من حياتي في خفض ودعة من العيش. طمعان يعني. فقال: قد أمرت لك ب30,000 درهم. قال: أشهدك أيها الأمير أن شطر هذا المال لعبيد الله بن قيس الرقيات. قال: ولم ذلك؟ قال: لقوله: إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء. فضحك مصعب وقال: أقبض ما أمرنا لك به، ولابن قيس عندنا مثله، فما شعر عبيد الله بن قيس إلا وقد وافاه المال. ذكر ذلك في ابن رشيق. ومن منا لا يعرف معا ابن زائدة ذلك الحكيم يعني. تذاكر جماعة فيما بينهم أخبار معا ابن زائدة الحليم الحكيم، وما هو عليه من وفرة الحلم ولين الجانب. هذه اللغة الشريفة الحساسة، تغيير الحركة أو التشكيل يقلب المعنى تماما. هنالك فرق بين الحلم والحلم وما إلى ذلك. معنى ابن زايدة عرف بوفرة الحلم ولين الجانب، وأطالوا في ذلك كثيرا أولئك الجماعة الذين تذاكروا فيما بينهم عن معنى ابن زايدة. فقام أعرابي والي، أو والى على نفسه، عفوا، أن يغضبه. والى على نفسه يعني أخذ عهدا أن يغضبه، أي أقسم حقيقة يعني. فقالوا: إن قدرت على إغضابه فلك 100 بعير. البعير اليوم يعني سيارة آخر موديل مثلا، في ذلك العهد بعير يعني قد يساوي سيارة يعني لنجة جديدة يعني. فانطلق الأعرابي إلى بيته، وعمد إلى شاة له فسلخها، ثم ارتدى بإهابها أي بجلدها، جاعلا باطنه ظاهرة. ثم دخل على معا بصورته تلك، يعني قلب الجلد باطن ظاهر، ووقف أمامه
طافح العينين كالخليع. طافح العينين بمعنى يعني منتفخ العين. تارة ينظر إلى الأرض وتارة ينظر إلى السماء. ثم قال، ما هو جاي يغضب معن بن زايدة. لماذا؟ ليكسب 100 بعير. فقال لمعن بن زايدة وهو ينظر إلى السماء وتارة ينظر إلى الأرض، ثم قال، أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ طبعا منتهى السخرية، ويذكره بعهده القديم. قال له، أتذكر يا معن، في بيت شعر معروف، أتذكر إذ لحافك من جلد شاة وإذ نعليك من جلد بعير، كما يقرأها أو يكتبها بعض الناس. ولكن في كتاب طرائف ونوادر من عيون التراث العربي مكتوبة هكذا: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد بعير؟ قال معا، أذكر ذلك ولا أنساه يا أخ العرب. إجابة دبلوماسية. يعني معن بن زايدة يمكن أن نقول عليه دبلوماسي بلغة اليوم، يعني دبلوماسي محنك يعني. قال معن، أذكر ذلك ولا أنساه يا أخ العرب. فقال الأعرابي، فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. وهو ماشي بقافية واحدة ووزن وروي واحد يعني. أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد بعير. فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. قال معا، سبحانه وتعالى، حمدا الله على نعمته. فقال الأعرابي، فلست مسلما ما عشت حيا على معن بتسليم الأمير. قال معا، إن سلمت رددنا عليك السلام، فلست مسلما ما عشت حيا على معنى بتسليم الأمير. ما حجيب لك خبر يعني. فقال معا، إن سلمت رددنا عليك السلام وإن تركت فلا ضير. لا ضير عليك، لا ضرر عليك يعني. فقال الأعرابي، سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. فقال معا، إن أقمت بنا فعلى الرحب والسعة، وإن رحلت عنا فمصحوبا بالسلامة. فقال الأعرابي، وقد أعياه حلم معن أو حلم معا، فجد لي يا أبا ناقصة بمال فإني قد عزمت على المسير. جاب من الآخر كما يقال، يعني ابن ناقصة بمال. يعني في عالمنا الجديد ده ابن ناقصة لو قلت له ماذا يفعل؟ سبحان الله، الناس كلهم ليسوا على شاكلة واحدة. قال الأعرابي، فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على المسير. فقال معا، أعطوه 1000 دينار. فأخذها وقال، قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك بالمال الكثير. فثني، فقد أتاك الملك عفوا بلا عقل ولا رأي منير. يعني بالمصادفة كده جاك المال والجاه. فقال معا بن زائدة، أعطوه 1000 ثانية. فتقدم الأعرابي إليه وقبل يديه ورجليه وقال، سألت الجود أن يبقيك ذخرا، فما لك في البرية من نظير. فمنك الجود والإفضال حقا، وفيض يديك كالبحر الغزير. فقال معا، أعطيناك على هجوه 2000، فأعطوه على مدحنا 4000. فقال الأعرابي، جعلت فداك، ما فعلت ذلك إلا ل100 بعير، جعلت على إغضابك. فقال معا، لا خوف عليك،
ثم أمر له ب200 بعير، نصفها للرهان والنصف الآخر له، فانصرف الأعرابي داعيا شاكرا. اليافعي مرآة الجنان، من صفحة 1 إلى صفحة 317. لا نزال معكم أيها الأحباب، وأرجو أن تكونوا مستمتعين بهذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. المغيرة يخطب بنت 90. والمغيرة عزيز المشاهد هو النعمان بن المنذر الغساني، من ملوك الغساسنة في العصر الجاهلي، الذين كانوا أو كانت مملكتهم في بادية الشام. المغيرة يخطب بنت 90. ومن طرائف أخبار المغيرة أنه وهو والي الكوفة آنئذ لمعاوية سار إلى دير هند بنت النعمان بن المنذر، وهي فيه عمياء مترهبة على دين النصرانية، وكانت بنت 90 سنة، فاستأذن عليها فقيل لها: أمير هذه المدرة بالباب. والمدرة عزيز المشاهد هي المقاطعة، زي الإقليم يعني كما نسميه اليوم، أو ولاية يعني. فقالت: قولوا له: أمن ولد جبل ابن الأيهم أنت؟ قال: لا. تريد أن تستوضح من أي مجموعة هو، أو أي قبيلة أو أي جهة هو؟ قال: لا. قالت: أمن ولد المنذر ابن ماء السماء؟ قال: لا. قالت: فمن أنت؟ قال: المغيرة ابن شعبة الثقفي. قالت: فما حاجتك؟ قال: جئتك خاطبا. قالت: لو كنت جئتني لجمال أو لمال لأعطيتك، أو كما هي مكتوبة: لأطلبتك لأطلبتك مشروحة، أعطيتك ما تطلب يعني. ولكنك أردت أن تتشرف بي في محافل العرب، فتقول: نكحت ابنة النعمان بن المنذر، وإلا فأي خير في اجتماع أعور وعمياء. فبعث إليها: كيف كان أمرك؟ فقالت: سأختصر لك الجواب. أمسينا مساء وليس في الأرض عربي إلا وهو يرغب إلينا ويرهبنا، ثم أصبحنا وليس في الأرض عربي إلا ونحن نرغب فيه ونرهبه. ثم انصرف المغيرة. قيل: النساء 4 والرجال 4. شوف هذه اللغة جميلة كيف. النساء 4 والرجال 4. في التمييز اختلاف بين العدد والاسم يعني. وكان المغيرة بن شعبة يقول: النساء 4 والرجال 4، رجل مذكر وامرأة مؤنثة فهو قوام عليها. رجل مذكر وامرأة مؤنثة فهو قوام عليها، ورجل مؤنث وامرأة مذكرة فهي قوامة عليه، ورجل مذكر وامرأة مذكرة فهما كالوعلين ينتطحان، ورجل مؤنث وامرأة مؤنثة فهما لا يأتيان بخير ولا يفلحان. ذكر ذلك أو ذكره الأصفهاني في كتاب الأغاني. أدهى العرب. طبعا دهاة العرب واحد منهم هو عمرو بن العاص الصحابي الجليل. قيل إن أمر عمرو بن العاص النابغة
امرأة من عنزة. يعني اليوم يقولوا النابغة للرجل كما تحدثنا قبل قليل، لكن النابغة اسم امرأة. ضربته وهو صغير عندما درج وتكلم. درج عندما مشى يعني، مش نقول الدرج يعني. حتى السلالم بنسميها يعني درج. فيه كم درج تقول الباب هذا أو البيت هذا فيه كم درج، أو السلم. يعني عندما تكلم ودرج ضربته أمه النابغة لعمرو بن العاص، فقال لها ستعلمين. قال لها ستعلمين، وانصرف إلى أبيه وهو في نادي قومه فجلس في حجره، أي جلس في حضنه، فبال عليه. صغير يعني. وكان أبوه يعني قاذورة متقذرا في خلقه عسر، فتأفف منه وأراد ضربه. وكان أبوه قاذورة متقذر يعني، برضو كان يبدو لي ما فيه النظافة الشديدة ديك يعني. فتأفف منه وأراد ضربه، فمنعه قومه وقالوا هذا طفل لا يعقل. فنهض مغضبا أو مغاضبا ودخل على النابغة زوجته يعني، فأوجعها ضربا، وأقسم لها لئن بعثت به إليه وهو في النادي ليعودن إليها بأشد مما بدأ. ولما خرج من عندها قال عمرو لأمه ألم أقل لك؟ قال لها ستعلمين. فصكت وجهها ونادت بالويل. صكت وجهها حتى في الآية القرآنية وقالت عجوز عقيم. يعني صكت، لطمت يعني، ونادت بالويل. فسمعها العاص أبو عمرو، فرجع وتناول الصوت، فقالت له مهلا حتى أحدثك عن ابنك. فحدثته فعجب وقال والكعبة إنه لداهية فاحذريه، فكانت تحذره. ثم نقمت عليه مرة فضربته ورصدته، فلم يجد محيصا عنها سحابة يوم. المحيص مهربا، وسحابة يومه طوال يومه. يعني لم يجد محيصا عنها سحابة يوم، يعني طوال يومه. فلما أصبح أملس منها، أي أفلت منها. في السودانية يقولوا تملص منه يعني، طلع منه، بيعملوها يقلب السين صاد. فلما أصبح أملس منها وذهب إلى أبيه فوجده في الحجر. هنا مكان قرب الكعبة المشرفة. مع مين؟ مع قريش وسادتهم. فلما رآه أبوه انتهره، فقال له عمرو إن أمي تدعوك. ذلك الداهية. فقال كذبت، وجهجهه به فذهب، أي جهجه صاح. فقال له كذبت وكورك فيه يعني. ثم عاد وفي يده نقبة خلق وصرة كانت أمه تمتهن فيها. ونقبة خلق بمعنى ثوب كالإزار، يعني زي ما يشد بها زي الأحزمة يعني، يشد كما تشد السراويل. والخلق البالي نقبة خلق وسرة كانت أمه تمتهن فيها، أي تقضي أشغالها. ثم قصد أباه من قبل ظهره فلم يشعر به حتى قام على القوم، فنشر النقبة وقال لأبيه إن أمي تدعوك، وهذه أمارة. يعني جاب إنه أمه كانت تربط الشيء هذا، فدي علامتي، قاعد يقول إنه أمي تدعوك. فرمى القوم النقبة بأبصارهم، يعني أبصروها. وعاد العاصي يتميز غيظا وتناول منه النقبة
واحتمله فأتى به منزله، فانحنى على المرأة ضربا، وجعلت تسترفقه، يعني تطلب منه الرفق وتستنصته، وقد أخذ الغضب بسمعه وبصره حتى أثخنها وسكن غضبه. يعني بمعنى أثخنها بمعنى بالغ في ضربها. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض في الآية الكريمة. حتى أثخنها وسكن غضبه، يعني خلاص هذا بعد أن ضربها. فلما شفى غيظه جلس، وقد خامره الندم لما نال منها. خامره بمعنى داخله الندم، ومنها الخمر، يعني أنها تخامر العقل، يعني تسلب منه الوعي وهكذا يعني. وهذا لأن الخمر بتغطي العقل، تغطي التركيز يعني، ومنه الخمار وما إلى ذلك يعني. فلما جلس وقد خامره الندم لما نال منها، فقالت: والله ما لي من ذنب، ولا أحسبني دهيت إلا من قبل ولدي. يعني أتيت من قبل ولد، يعني المقلب من ولده يعني. فأقسمت أنها لم تفعل، أو عفوا، قالت: ما لي من ذنب ولا أحسبني دهيت إلا من قبل ولدي، فإني ضربته بالأمس. فقال لها: ألم تنفذيه إلي؟ يعني ألم تبعثيه إلي؟ ألم تنفذيه إلي بالنقبة أمارة إلي؟ فأقسمت أنها لم تفعل. فقال العاصي لعمرو: ألم تقل لي ذلك؟ فقال: إنها ضربتني أمس. فقال العاصي: أشهد أنك أدهى العرب. نذهب إلى شيء مما ذكر في في ذات الكتاب. هذه قناة سلام أيها الأحباب الإعلامية المباركة، ومنها نقرأ من كتاب طرائف ونوادر من عيون التراث العربي. قاض يستشير مجوسيا، أراد نوح بن مريم أن يزوج ابنته، فاستشار جارا له مجوسيا. فقال المجوسي: سبحان الله، الناس يستفتونك وأنت تستفتيني. قال: لا بد أن تشير علي. فقال: إن رئيس الفرس كسرى كان يختار المال، ورئيس الروم قيصر كان يختار الجمال، ورئيس العرب كان يختار الحسب، ورئيسكم محمد كان يختار الدين، فانظر لنفسك بمن تقتدي. شوف هذا المجوسي العاقل يعني. قال له: إن رئيس الفرس كسرى كان يختار المال، ورئيس الروم قيصر كان يختار الجمال، ورئيس العرب كان يختار الحسب، ورئيسكم محمد يعني صلى الله عليه وسلم الرسول كان يختار الدين، فانظر لنفسك بمن تقتدي. أي فاظفر بذات الدين تربت يداك. وحكي عن الأعمش وأبو ليلى. جرى بين الإمام الأعمش وبين زوجته كلام. والإمام الأعمش هو أبو محمد سليمان ابن مهران، المعروف بالأعمش الكوفي، الإمام المشهور. كان ثقة عالما فاضلا كما ذكره ابن خلكان. جرى بين الإمام الأعمش وبين زوجته كلام، وكان يأتيه رجل يقال له أبو ليلى، مكفوف فصيح
يتكلم بالإعراب يتطلب الحديث منه. فقال: يا أبا ليلى، امرأتي نشزت، يعني خرجت من الطاعة، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا إلى آخر الآية. قال له: يا أبا ليلى، امرأتي نشزت علي، وأنا أحب أن تدخل عليها فتخبرها مكاني من الناس وموضعي عندهم، يعني من يكون يعني. فدخل عليها أبو ليلى، وكانت من أجمل أهل الكوفة، فقال: يا هتتاه. الهنة كناية عن المرأة. يا هنتاه، عفوا، يا هنتاه. والسوداني يقول يا هناية. في لغتنا عند السودان بنقول يا هناية ويا هناية، لكن هناية في الغالب، وفي حاجات تقول لها ادينا الهناية دي. قال لها: يا هنا يا هنتاه، إن الله قد أحسن قسمك أو قسمك، بمعنى ما قسمه الله لك. إن الله قد أحسن قسمك. هذا شيخنا وسيدنا، وعنه نأخذ أصل ديننا وحلالنا وحرامنا، فلا يضرنك عموشة عينيه ولا حموشة ساقيه. والحموشة ساقيه دقتها، يعني دقيق هكذا يعني. فلا يضرنك عموشة عينيه ولا حموشة ساقيه. فغضب الأعمش وقال: يا أعمى يا خبيث، أعمى الله قلبك كما أعمى عينيك، فقد أخبرتها بعيوبي كلها، أخرج من بيتي. جاي حلها زي ما يقولوا يعني. زاد الطين بالله. ظرف عباد أهل الحجاز. خرج أبو حازم سلمة ابن دينار. وأبو حازم سلمة بن دينار هو سلمة بن دينار المخزومي، عالم المدينة وقاضيها وشيخها. كان زاهدا عابدا. بعث به سليمان بن عبد الملك ليأتيه، فقال لرسوله: إن كانت له حاجة فليأتني، وأما أنا فما لي إليه حاجة. عفة العلماء يعني. خرج أبو حازم سلمة بن دينار يرمي الجمار، ومعه قوم ناسكون. والجمار رمي الحصى في منى، من مناسك الحج كما نعلم. ومعه قوم ناسكون، العابدون المتزهدون، وهو يحدثهم. فبينما هم كذلك، إذ نظروا إلى امرأة من أجمل الناس تتلفت يمنة ويسرى، أو يمنة ويسرى. الصح أن نقول يمنة ويسرى، وأعتقد برضو يمنة ويسرى صحيحة، لكن الأصح يمنة ويسرى. وقد شغلت الناس وبهتوا ينظرون إليها. بهتوا بمعنى دهشوا، فبهت الذي كفر في الآية الكريمة. وبهتوا ينظرون إليها، وخاض بعضهم في بعض. فقال لها أبو حازم: يا هذه، اتق الله، فإنك في معشر أو مشعر من مشاعر الله. اتق الله فإنك في مشعر من مشاعر الله، وقد فتنت الناس، فاضربي على جبينك بخمار، فإن الله تعالى يقول: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فأقبلت تضحك من كلامه، وقالت: يا هذا، إنني ممن قال فيهم الشاعر العرجي: من اللائي لم يحجبن يبغين حسبة، ولكن
ليقتلن البريء المغفل من اللائي لم يحجبن يبغين حسبة، ولكن ليقتلن البريء المغفل. فأقبل أبو حازم على أصحابه وقال: يا هؤلاء، تعالوا ندعو الله ألا يعذب هذه الصورة الحسنة بالنار. فجعل يدعو وأصحابه يؤمنون يقولون آمين. وبلغ ذلك سعيد بن المسيب سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة رضي الله عنهم، فقال: أما والله لقد كان بعض بغضاء العراق لقال لها، لو كان بعض بغضاء العراق لقال لها: أغربي قبحك الله، ولكنه ظرف عباد أهل الحجاز. نتوقف قليلا هنا أيها المشاهدون الكرام، ثم نعود إليكم بعد قليل لمواصلة هذه الحلقة من قناة سلام الإعلامية المباركة. أيها المشاهدون الكرام، تبقى لنا أعتقد بضع دقائق، وقلت نتوقف من النوادر وطرائف من تراثنا العربي. وأنا أقرأ بعض الأبيات، تذكرت واحدة من القصائد، أو أنا أحكي كذلك عن الذي دار بين أبي الأسود الدؤلي وذلك الأعرابي. من الأشياء التي نحفظها أيضا قصيدة بيض الحمائم حسبهن، أني أردد سجعهن، رمز الوداعة والسلامة منذ بدء الخلق هن. هذه القصيدة الجميلة كنت نسيت من هو شاعر تلك القصيدة، ولكننا درسناها في المرحلة، والله أحسب أنها في المرحلة الابتدائية. وعندما كتبت بيض الحمائم حسبهن، فظهر لي إبراهيم طوغان الشاعر الفلسطيني، يعني له الرحمة، هذه من عيون الشعر العربي. إبراهيم بن عبد الفتاح طوقان، شاعر غزلي من أهل نابلس بفلسطين، أهلنا في فلسطين لهم التحية. قال فيه أحد كتابها: عذب النغمات، ساحر الرنات، تقسم بين هوى دفين ووطن حزين، تعلم في الجامعة الأمريكية فرع بيروت. طبعا سيرته حافلة. إبراهيم طوقان من الشعراء المجيدين، ويرمزون دوما للسلام بالحمامة أو بالحمائم يعني. ف وكل ما شاهدت حمامة في الطريق أو على الأشجار أو على سقوف المنازل، والله أتذكر تلك القصيدة وأحفظ منها أبيات كثيرة. يقول إبراهيم طوقان: بيض الحمائم حسبهن، أني أردد سجعهن، رمز الوداعة والسلامة منذ بدء الخلق هن، في كل روض فوق دانية القطوف لهن أن، ويملن والأغصان ما خطر النسيم بروضهن، فإذا صلاهن الهجير هببن نحو غديرهن. ويملن والأغصان ما خطر النسيم بروضهن،
فإذا صلاهن الهجير هببن نحو غديرهن يطفئن حر جسومهن بغمسهن صدورهن. أو قبل ذلك: يهبطن بعد الحوم مثل الوحي لا تدري بهن. فإذا صلاهن الهجير هببن نحو غديرهن يهبطن بعد الحوم مثل الوحي لا تدري بهن. فإذا وقعن على الغدير ترتبت أسرابهن. صفين طول الضفتين تعرجا بوقوفهن كل تقبل رسمها في الماء ساعة شربهن. كل تقبل رسمها في الماء ساعة شربهن يطفئن حر جسومهن بغمسهن صدورهن. يقع الرشاش إذا انتفضن لآلئا لنحورهن ويطرن بعد الابتراد إلى الغصون مهودهن. تنبيك أجنحة تصفق كيف كان سرورهن. ويقر عينيك عبثهن إذا جثمن برشهن وتخالهن بلا رؤوس حين يقبل ليلهن. أخفينها تحت الجناح ونمن ملء جفونهن كم هجنني ورويت عنهن الهديل فديتهن. القصيدة التي حفظناها كانت تنتهي هنا. يقول: كم هجنني ورويت عنهن الهديل فديتهن. المحسنات إلى المريض غدون أشباها لهن. الروض كالمستشفيات دواؤهن. إناسهن كالكهرباء وطبها بأجل من نظراتهن. يشفي العليل عناؤهن وعطفهن ولطفهن. مر الدواء يفيك حلو من عذوبة نطقهن. مهلا فعندي فارق بين الحمام وبينهن. مهلا فعندي فارق بين الحمام وبينهن. فلربما انقطع الحمائم في الدجى عن شدوهن. أما جميل المحسنات ففي النهار وفي الدجن. والله قصيدة جميلة جدا، وأنا سعيد أن تذكرتها وشنفت بها أسماعكم أيها الأحباب الكرام. بيض الحمائم حسبهن للشاعر الفلسطيني المرحوم إبراهيم طوقان. أيها السادة والسيدات، هذه تحياتي لكم مجددة من قناة سلام الإعلامية المباركة، وكنتم مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية في حلقتها 152 بحمده تعالى. إن شاء الله ألتقيكم في الحلقة المقبلة. حتى ذلكم الحين نودعكم على هذه الآية المباركة. يقول الحق سبحانه وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر: الحي حي من حياة لسانه فإذا أبيد من اللسان أبيد. شكرا على إصغائكم، وشكرا على الإخوة والأخوات المخرجين في هذه القناة المباركة التي ترون فيها هذه الحلقة على الثوب الذي يليق بمقاماتكم السامية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.